كل الحكاية عشان بس ان انا اول مرة اشوفك وانت كده، وجه وقعد جنبي على الكنبة، وكل ده وكيس اللب كان لسه في حجري، لان انا كنت قاعدة اتفرج على الفيلم وكنت مندمجة معاه قوي، وما حسيتش بنفسي خالص غير وهو عمال يمد ايده علشان ياخد حاجات من الكيس، وعمال يمد ايده قوي اكتر، وانا سبته ومعرفش سبته ليه. المهم ان الموضوع كان عمال يزيد اكتر واكتر، لدرجة ان انا كنت مبسوطة بالاحساس اللي انا حاساه، ومرضتش اقوم اجيب اطباق واحط الحاجات فيها، علشان كنت مبسوطة اوي بالاحساس اللي انا كنت حاساه ومن الحاجات اللي هو كان بيعملها. بصراحة احساس ما حسيتوش قبل كده خالص مع باباه، بس كنت حاساه معاه. المهم ان الموضوع اتطور قوي، لدرجة واحنا كنا قاعدين بنتفرج على الفيلم جت لقطة رومانسية قوي في الفيلم، وبقينا احنا الاتنين قاعدين بنبص لبعض. طبعا مفيش حد، والدنيا ضلمة، ومفيش الا انا وهو بس. انا كنت مضلمة الشقة كلها، وكنا قاعدين بس على نور التلفزيون. بحب انا الاحساس وبحب الجو بتاع بالليل، ان انا اضلم الشقة كلها واسيب بس نور التلفزيون. وهو بدأ يقرب عليا اكتر واكتر، وانا كنت مستسلمة على الاخر، وكنت مبسوطة وكنت حابة الاحساس ده. فضل يقرب لدرجة ان انا كنت حاسة به كله. هي طبعا كانت كلها حاجات خارجية، بس انا سبت نفسي خالص. ومرة واحدة نور التلفزيون طفى، ولقيت ان التلفزيون فصل لوحده، والدنيا بقت ضلمة على الاخر. ساعتها بس اتخضيت وفقت لنفسي، ولقيت ان انا فعلا كنت مستسلمة لحاجات كانت هتحصل كتير مش المفروض ان هي تحصل. المهم زقيته بعيد عني وقلتله ما ينفعش ان ده هيحصل، وجيت علشان اقوم لقيته مسكني من ايدي وقال لي مالك في ايه؟ قلتله لا مفيش، انا بس اشوف الكهرباء فصلت ليه. وقمت منورة كشاف الموبايل بتاعي وجريت على اوضتي بسرعة وقفلت عليه بالمفتاح، لان انا عارفة لو كنت قعدت او كنت رجعت تاني كان ممكن يحصل حاجات كتير ما ينفعش ان هي تحصل. المهم ان انا دخلت على اوضتي وقفلت عليها بالمفتاح لحد الصبح، وطول الليل ما نمتش خالص، وكنت عمالة افكر في اللي حصل او اللي كان هيحصل، وكنت كمان حاسة بيه ان هو منمش، وشايفة خطواته رايح جاي قدام الأوضة طول الليل، وانا عمالة افكر ازاي سبت نفسي لده ان هو يحصل. المهم ان انا فضلت كام يوم متجنبة خالص، يدوب اعمل الاكل وادخل على اوضتي، وحاولت ان انا ما اتكلمش معاه ولا اختلي بيه في مكان واحد. لحد بعدها بكام يوم باباه جه من السفر، وجه هلكان من التعب، وكان عايز ان هو يطمن عليا وعلى ابنه، وبيقول لي مالك حاسس ان فيكي حاجه؟ قلت لا ما فيش عادي لقيته بيقول لي بس انا عندي ليكي خبر حلو، احنا هنطلع احنا التلاتة مصيف. وقلت له هو لازم ابنك يطلع معانا؟ قال لي ايوه، امال هنسيبه لمين؟ قال لي واحد صاحبي يا ستي عنده شاليه، وعزم عليا ان احنا نطلع نغير جو كده كام يوم، وانا وافقت وخدت منه المفتاح، وهنسافر من بكره، وحضري الشنط بقى علشان هنمشي من بدري. قلت له تمام، وفعلا حضرت الشنط وخلصت كل حاجه وسافرنا، وفعلا ابنه سافر معانا ورحنا. والشاليه ده كان في قرية، والقرية ده وقتها ما كانتش زحمة، يعتبر كانت فاضية لأنه ما كانش موسم وكده. ولما روحنا اتفاجئت ان الشاليه ده أوضة وصالة. قلت له طب احنا كده هننام ازاي وابنك هينام فين؟ قال لي يا ست ده زي اخوكي متقلقيش منه، ما احنا هناك في البيت بننام برضو مع بعض. قلت له ماشي، بس هناك الشقة واسعة وهو ليه أوضة لوحده، لكن احنا هنا هننام ازاي؟ قال لي ما تشغليش بالك، انا قلتلك هو زي اخوك الصغير، وبعدين ده مصيف وكله عادي بينام مع بعض. بصيت له كده وانا مستغربة ان ازاي هو ما بيغيرش عليا، وان هو ازاي بيخاف على ابنه بالطريقة دي ومش خايف عليا. المهم لقيته بيقولي انا هنزل كده اجيب اكل وشوية حاجات عقبال ما انت تفضي الشنط. وانا فعلا بدأت ان انا انضف الشاليه وافضي الهدوم من الشنط.
بس ابنه ما كانش سايبني في حالي خالص، ولقيته جاي يقول لي انا اسف. انا معرفش ازاي عملت كده، ومعرفتش ان انا امسك نفسي خالص، بس انا بحبك وما اعتبرتكيش ان انتي مرات ابويا، فما تزعليش مني. فانا قلت له اللي حصل ده اعتبره ما حصلش وانساه، لانه ما ينفعش، وانا زي ما انت قلت مرات باباك، وانسى الحب ده خالص. وبعدها لقيته بيسألني وبيقولي انت جبتي مايو؟ قلت له لا. قال لي طب انا جبتلك واحد من غير ما انت تعرفي، نزلت واشتريت لك واحد. قلت له ازاي؟ ولقيته مطلعهولي مايو قطعتين. قلت له بس انا ما اعرفش البس ده. قال لي بابايا وصاني ان انا انزل اشتري لك حاجه على ذوقي، وحاجه يعني